في هذا المنزل الواقع بدوار العراعير وفي هذا المكان الشبيه بالإسطبل ظل نور الدين مهال يعاني من قسوة العزلة وظلمة المكان وهو مكبل بالسلاسل، وذنبه أنه مختل عقليا ومعاق جسديا. هذا الاحتجاز القسري بدأ منذ 20 سنة. ووليدي ندار مع وحدي، كل مرة اللي تسقب لي وليدي كانت مغادية ينطرني يطيحني نبقى مغطى ونغوت، كان شد ما ينطق نبيع في ليلسات ونشري لهم ما ينطق يشرقها، ما خلى لقى وليدي حنيدرات، ما خلى لقى ما ينطات، ما خلى لقى تسيرحات، ما خلى لقى وحده. وما حنا بزاف وليدي من اللي ضاع بوه ما دوقز ما والو كيما زاد كيما بقى هكاك. يبلغ نور الدين من العمر 22 سنة وأصغر إخوته الخمسة. تواجد طفل معاق جسديا وذهنيا وضع الأسرة في مأزق. معاه في المشاكل، يعني كيتسيب كيهرب لينا، فهمتي، يقدر يطيح في بير، يقدر يطيح في حفره، وما حنين معاه ودقينا جميع الابواب، دينا البرشيد قال لك دقينا جميع الابواب والو حتى شي واحد ما جاوبنا حتى شي واحد. فكان الحل هو تقييده بالسلاسل بعيدا عن انظار الناس. اما نور الدين فقد ظل محروما من التواصل والعنايه الطبيه كذلك. تسير حنا ما كرهناش صح، هذا هو المشكل. لا حقاش دابا مو مسكينه دابا غادي تقدر ما لديه ماليه، دابا هو حالات خايبه، دابا خصو يدخلوا عندو الرجال، دابا ما يدخلوش عندو العيالات كاع، سمعتي، خصو يدخلوا عندو الرجال، مو دابا اللي قابله عليه، هذا هو المشكل. تنظفوا وتتخرجوا معلوم عمو. يحدث هذا على بعد 5 كيلومترات عن مدينة سطات، ومنذ ولادة نور الدين والأم الزيتونية تعاني معاناة نفسية مع الوسط الاجتماعي. كيغوت كيدقوار يسمع كي بحال ولاو يديروا لقى معيوره اللي ناضت تعايرني تقول لك والده العجم من كرشاك ديك، نقول لهم الله يعملكم تعقبوني الا ولدتو راه هذاك راه خلق الله له قول انا معاه. من جهتنا نطرح السؤال: لماذا تم حبسه في هذا المكان الذي يفتقد إلى أبسط شروط الحياة؟ أما نور الدين فينتظر التفاتة قد تخرجه من ظلمة المكان إلى النور والحرية.